الله من آيات الله البينات، ومن ثم نحن بانتظار بدء الخطبة، حيث سيخطب إمام الصلاة على هدي من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوضح فيها أحكام النسك الشيخ صالح الحيداني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر من قبل ومن بعد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع ملته، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن ربكم سبحانه وتعالى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على دينه، فأرسل إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليجمع كلمة العرب وليدعو غيرهم من العجم حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى ينكسح وينزاح ظلام الشرك والكفر والظلم والعدوان. فدعا إلى الله على بصيرة، جاء بهدم الدعوات الجاهلية وبإخلاص العبادة لله سبحانه، جاء بنبذ جميع العبادات التي ليست خالصة لوجه الكريم الأكرم جل وعلا، فدعا الناس إلى إخلاص العقيدة لله وإخلاص العبادة له جل وعلا. فاستجاب لدعوته قوم فأفلحوا ونجحوا، وصد عن دعوته أناس فهلكوا وضلوا وضاعوا. ذلك أن دعوته ودينه كالغيث الذي ينزل من السماء فيصيب الأرض، وفي الأرض أقسام إذا أصابها القطر أنبتت العشب والخير الكثير لطيبة تربتها وخصوبة أرضها، ومنها أجادب قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ومنها
ما يحفظ الماء فيستقي منه العباد يزرعون ويرتوون. هذا مثل ضربه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من الهدى والنور. ولقد كانت جزيرة العرب قبل مبعث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قبائل متناحرة وأسر متضاربة وعبادات متنوعة، كل يدعو إلى صنم وكل يدعو إلى عبادة. فلما الله برسوله اشتغل وجمع به الكلمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وفي فترة وجيزة بعد أن صلحت القلوب واستنارت البصائر واهتدى العباد بهدي الإسلام، توحدت كلمة العرب في جزيرتهم وحملوا مصابيح الهداية إلى البشر أجمعين، يدعونهم إلى دين الله وتوحيده، يدعونهم إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ففتحوا البلاد وفتحوا القلوب والنفوس ونشروا نور الله وهديه، ونشروا العدل على ربوع البسيطة، وقوضوا أركان دول الظلم والطغيان، وأحلوا محل ذلك هداية السماء، نور العدل والإخاء، نور الرحمة والرأفة والطمأنينة. فسعد البشر بنور الإسلام، وحكموا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، في عاداتهم وتقاليدهم، في حل مشاكلهم، في جميع أحوالهم، حتى صار الأسود أخا للأبيض والأحمر أخا للأسود. إنما المؤمنون إخوة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة التي وصفها الله سبحانه بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، فكانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم وأقواله وتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه نورا للبشر. كل من اغترف من معين ذلك النمير الصافي طهرت نفسه طابت سريرته واستنارت بصيرته. وقد بقيت البشرية الأمة التي أظلها جناح الحكم الإسلامي ورفرف فوقها علم راية الإسلام، ظلت حقبة من الزمن في سعادة وأمن، في نصر وتمكين، في عز ومجد باذخ لا يطاوله مجد، حتى إذا دخلت على الناس فتن وجاءتهم دعوات وإحن ونبتت فيهم نوابت فجور وإلحاد، رفع الله عنهم شيئا من نصره وشيئا من تأييده وإعزازه لهم، ليؤوبوا إليه ويرجعوا، ليتوبوا ويعودوا إلى حماه. وكلما عاد الناس إلى ظل دعوة الإسلام بقلوب صافية ونفوس صادقة مقبلين راغبين، كلما توحدت كلمتهم وعز شأنهم وقامت دولتهم، وكلما تهاون المسلمون بأوامر الرب الكريم جل وعلا، كلما نزع عنهم الله سبحانه عزه وتأييده. وهكذا سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول الرب سبحانه: ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله سبحانه لا يغير ما بقوم من عزة ومجد، من غنى ورفاهية، من راحة بال واطمئنان نفس، من توحيد كلمة، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم واجترأوا على محارم الله وتسلطوا على أوامره سبحانه وارتكبوا نواهيه. عند ذلك يغير عليهم النعم نقما والأمن خوفا وقلقا
والغنى فقرا وفاقة، والعزة ذلة ومهانة. كما أنه سبحانه لا يغير على من أصابهم الذل والهوان والفقر والفاقة إلى عز ورفعة وغنى وأمن حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن يتوبوا إليه ويرجعوا إلى حماه ويحكموا شريعته على عباده بالقول والعمل، ويرجعوا إلى أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهوا عما نهى الله عنه امتثالا لأمر الله بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. عباد الله، إن أجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه، لا سيما في هذه الأوقات الضيقة، لا سيما في هذه الأماكن المباركة، لا سيما في هذا اليوم المجيد الأغر، هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله به لنا الدين وأتم به علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فإن الله سبحانه أكمل لنا دين الإسلام. يقول جل وعلا فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا له من دين ما أجل، ويا لها من شريعة ما أكملها، ويا له من توحيد للمولى سبحانه ما أزكاه وأعظم نفعه. فأين المتيقظ؟ فأين الراغب لنفسه بالسعادة؟ أين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام عن دينها القويم؟ أين من يريدون لأنفسهم عزة وتمكينا في الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أين الزعماء الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة؟ أين من يريدون قانونا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ أين من يريدون شريعة قويمة ومنهاجا مستقيما يعمد إلى أفتك الأدواء وأعظم المشاكل استعصاء فيحلها حلا سليما، ويقتلع الأدواء من أصولها ويجتث الأمراض من مرابطها حتى لا يبقي أثرا لمرض ولا بقايا لداء؟ أين من يريدون معالجة مشاكل مجتمعاتهم ودواء أمراض أممهم؟ إليكم خذوا الدواء الناجع، خذوا الشفاء العاجل من كتاب الله وأحاديث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه المولى جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أين من يريدون عزة سليمة وسعادة مستمرة وحياة طيبة لذيذة؟ إليكم خذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما أحوجنا أيها المسلمون، ما أحوجنا ولا سيما في هذه العصور التي ارتفعت رؤوس الفتنة من كل مكان وتسلم أزمة الأمور في الدنيا أعداء الإسلام والمسلمين. أين نحن من أسباب العزة؟ ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فأين من يطيعون الله ورسوله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون في كل مكان، أيها المؤمنون في كل مكان، عباد الله، اتقوا ربكم وارجوا يوما لا يجزي فيه والد عن ولده، لا أحد يجزي عن أحد. ذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما؟ لكل واحد مشغول، كل واحد في هم وقلق، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها المسلمون، لقد تكالبت أعداء الإسلام من جميع جهات الأرض على الإسلام والمسلمين، وإنه لا منجاة لنا
ولا عزة ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وإنما يرحم الله سبحانه برحمته الواسعة الشاملة عباده المؤمنين، حيث يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم حد الإحسان وموقعه، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أردت أن تعمل عملا تذكر اطلاع مولاك عليك، إذا أردت أن تقول قولا تذكر أن عليك مراقبة دقيقة وإحصاء عظيما أعده الله سبحانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عباد الله، يا من وفدوا إلى هذه الأماكن المباركة، يا من جاءوا من كل حدب وصوب يرجون رحمة ربهم، يسألون ربهم من فضله العميم، يتضرعون بين يديه ليرحمهم برحمته ويغفر لهم بمغفرته ويتوب عليهم لأنه التواب الرحيم. يا من تركوا أوطانهم وهجروا فرشهم وتكبدوا المصاعب والمشاق وارتكبوا الأخطار ليصلوا إلى البيت العتيق، ليقفوا حيث وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليتذكروا مواقف الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. يا من جاءوا من كل مكان ليشهدوا منافع لهم، هاكم المنافع خذوها، هاكم المنافع خذوها، إنها والله منافع ليست كمنافع المؤتمرات التي تعقد في كل مكان تحاك فيها المؤامرات على الإسلام والمسلمين. تضرعوا إلى ربكم واعقدوا العزم على إخلاص العبادة له، احرصوا على أن تقدموا له سبحانه ما تفرحون به إذا نشرت الصحائف، إذا تطايرت الصحف إلى الأيدي، يوم يبعثر ما في القبور، يوم يعض الظالم على يديه، يوم يفرح المؤمنون بما قدموه من عمل. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية من أقصى بلادها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ممتحنة في عقر دارها. إن الأمة الإسلامية يصب عليها ويلات من المصائب والمحن وبلايا من الفتن والشرور، وإنها بحاجة إلى من ينقذها من هذا، وإنما ينقذ من هذا كله الله سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه، ولكن الأمر يحتاج إلى قيام رجال يؤمنون به سبحانه ويدعون إلى الدين على بصيرة ويجاهدون في الله حق جهاده. تهون عليهم أنفسهم وتهون عليهم